أهلا بيكم في أول حلقات برنامج أحلى الوصفات مع ميد باي سمسم. كل حلقة هنقدم لكم فيها وصفة بيدخل فيها منتج من منتجات ميد باي سمسم. وبمناسبة تميزنا بمربى الحرنكش هتكون أول وصفة لينا معاكم تشيز كيك بارد بمربى الحرنكش. تشيز كيك بارد بمربى الحرنكش. المقادير: القاعدة 2 كوب بسكويت سادة مطحون، نص كوباية زبدة سايحة، الحشوة نص كيلو جبنة كريمي، كوباية كريمة خفق، نص كوباية سكر باودر، 2 معلقة صغيرة فانيليا. للوش هنستخدم نص كوباية مربى حرنكش من ميد باي سمسم، 3 معالق مية عشان نخفف المربى، شوية حرنكش إن وجد فريش للتزيين. الطريقة: هنحضر القاعدة بتاعتنا، هنجيب البسكويت المطحون ونخلطه مع الزبدة السايحة، نفرد الخليط في قالب التشيز كيك ونضغطه كويس، نحطه في التلاجة حوالي 20 دقيقة عشان يمسك نفسه. الحشوة: هنضرب الجبنة الكريمي مع السكر البودرة والفانيليا لحد ما تبقى ناعمة وكريمي. في طبق تاني هنضرب الكريمة لحد ما تتماسك وبعدين نضيفها على خليط الجبنة ونقلب شوية بشوية. نصب الخليط فوق القاعدة اللي في التلاجة ونساوي الوش. تحضير الصوص: نخلط مربى الحرنكش مع المية الدافية لحد ما يبقى صوص ناعم، نفرشه على التشيز كيك ونقدم ونزود شوية حبات الحرنكش الفريش إن وجد، نحطها في التلاجة 4 ساعات على الأقل قبل ما نقدمها. الطعم هيطلع حلو وحامض في نفس الوقت، وده اللي هيميز الوصفة عن أي تشيز كيك تاني باستخدام مربى ميد باي سمسم.